مرحبا بكم مستمعين الكرام. قصتنا لهذا اليوم وهي قصة بعنوان عاشقة ذات قلب طفولي. بطلة قصتنا فتاة مجتهدة للغاية في عملها، متفانية به لأبعد الحدود. لديها بعض المشكلات بحياتها والتعقيدات، بداية بشكلها ومظهرها العام، حيث لها شعرا مجعدا للغاية، كما أنها غير مهتمة بنفسها ولا بالملابس التي ترتديها على الدوام، بالرغم من كونها تعيش مع صديقة لها والتي على عكسها تماما. فصديقتها فتاة مهندمة للغاية، وأهم شيء لها بكل الحياة هيئتها وشكلها العام. كانت صديقتها تنفق كل أموال عملها والأموال التي يرسلها لها والدها ووالدتها، لأنهما منفصلين عن بعضهما البعض، في شراء أشهر الماركات العالمية للملابس والأكسسوارات والعناية ببشرتها وجسدها كاملا، بالإضافة إلى السيارة التي تمتلكها، بخلاف بطلتنا التي كان أهم شيء والمحبب إليها بكل الحياة هو عملها واجتهادها به. كانت تربطهما صداقة قوية، فلا تطيق كل منهما على الأخرى شيء يعكر صفوها. وبيوم من الأيام صادف عيد مولد صديقتها الغنية، فاشترت لها هدية باهظة الثمن لحب صديقتها في امتلاكها، على الرغم من أنها كلفتها أموالا طائلة تعمل عليها طوال عام كامل ونصف. وأول ظهور لها بالحفل جعل أحد أصدقاء صديقتها يتنمر عليها وعلى هيئتها المزرية مقارنة بمالكة الحفل والفتيات الجميلات بالحفل. قال الصديق للغنية: أحقا لديك صديقة من هذه النوعية من الفتيات؟ أجابته: كهذه؟ قال الصديق: حتى وإن كانت تسير مع سرب من الطير منفوش الريش، فلا يحق لها أن تأتي لحفل كهذا بهذه الهيئة وهذا المظهر البشع. ابتسمت الصديقة بطريقة خبيثة ورفعت قدمها، وقد كانت ترتدي نوعا من الأحذية مدببة الكعب، وقامت بإنزال قدمها بكل ما أوتيت من قوة على قدم صديقها، فأوجعته بشدة. ونظرا لمراعاته لمشاعرها ولرغبتهم في التقرب والتودد منها لكونها من أجمل الفتيات التي يرغب جميع الشباب في الفوز بقلب واحدة منهن لتحلو الحياة، تظاهروا كأن شيئا لم يحدث على الرغم من آلامه حينها. صديقة البطلة اقتربت منها وأمسكتها من يديها: إنني حقا في قمة سعادتي لقدومك للحفل، فلم يكن ليحلو دونك يا حبيبتي. كانت كل منهما تهتم بشؤون الأخرى بطريقة تجعل الآخرين يغيرون منهما الاثنتين. كانت بطلة قصتنا لديها صديق من الطفولة، كان وزنه زائدا، لذلك كان جميع من بالمدرسة يتنمر عليه، ولا يجد أحدا يكف عنه آذاهم سوى بطلتنا، وهي صغيرة بمثل عمره. وبيوم من الأيام استيقظت من نومها في الصباح الباكر كعادتها، وإذا بها تجد رسالة من صديق طفولتها. قال لها الصديق: وأخيرا عثرت على بريدك الإلكتروني، لقد تساءلت عنك دوما وبحثت عنك كثيرا. إنني عائد من الولايات المتحدة الأمريكية قريبا، وأتساءل إن كان بإمكاني رؤيتك. كانت الفتاة في قمة سعادتها الاجتماعية أخيرا مع حب حياتها الأول والأخير. أوصلتها صديقتها للمكان التي اتفقا عليه من خلال الرسائل فور قدومه من أمريكا، وما إن صارت بالمكان حتى وجدت شابا بدينا، وعلى الفور ركضت تجاهه وبروح المداعبة ضربت على ظهره صارخة بسعادة باسم حبيب طفولتها، لتتفاجأ بأنه ليس حبيبها من الأساس، وأنه شخصا غيره.
اتصلت على حبيبها حيث أنه كل منهما كان قد تبادل رقم هاتفه مع الآخر، وبينما كان يتحدثان لبعضهما البعض على الهاتف قالت البطلة بصوت هادئ مفعم بالحب والرومانسية: أين أنت الآن؟ لقد وصلت للمكان وإنني أبحث عنك الآن، ولكني لم أجدك بعد ولا أستطيع أن ألمحك بعيني. أجابها الشاب: لقد وصلت للتو، أين أجدك؟ قالت الفتاة وقد نظرت من حولها: إنني بجوار النافورة. كان الشاب فعليا قريبا من النافورة في الأساس، هي كانت من لمحته أولا. لقد ذهلت من هول ما رأت. لقد رأت أمامها شاب وسيم للغاية، رشيق بمنتهى الجمال، لم تستطع التفوه بكلمة واحدة، وما جعل قلبها ينفطر حقا عندما مر الشاب بجوارها وكأنها شفافة. لم يعرها أي انتباه، وذهب لفتاة تقف خلفها تمسك بهاتف مثلها، ظنا منه بأنها الفتاة نفسها حبيبة طفولته والتي يبحث عنها منذ زمن بعيد. بالكاد استفاقت من صدمتها بمدى الجمال الذي وصل إليه، وعندما انتبهت لجمال الفتاة التي أخذت انتباهه كانت جميلة للغاية. لقد ذكرتها بما كانت عليه أيام طفولتها. لقد جعلتها هذه الفتاة الجميلة تتذكر حقيقة هامة، والتي صعوبة الحياة وقسوتها التي تعيشها جعلتها تنساها كليا. حقيقة كانت أجمل فتاة بالمدرسة، لدرجة أنه عندما كان يسأل المعلم الطلبة بالفصل قائلا: اجلسوا بجوار من ترغبون بأن يكون لكم شريكا بالفصل الدراسي، جميعهم كانوا يتراكمون على مقعدها، بينما كانت هي بدورها تختار حبيب طفولتها، والذي كان لا يبدو وسيما على الإطلاق، بهيئته البدينة وبالنظارة المستديرة الضخمة التي كان دوما يضعها أمام عينيه، التي كانت تبدو ضيقة نظرا لسمنته المفرطة. لقد تغيرت كامل ملامحها الطفولية، فبدت ليست بنفس الجمال التي كانت عليه، ولا حتى بدرجة قريبة منه. أصبحت مستاءة وقلبها منفطر، فأغلقت الهاتف وعادت للمنزل حزينة للغاية. لم تجد أحدا يواسيها ويخفف عنها من حدة ما تشعر به إلا صديقتها الوحيدة. قالت البطلة: كيف لك أن تواسيني في مصيبتي؟ لم يعد هناك وجود للفتاة الرائعة التي عاد ليبحث عنها، لا وجود لهذه الطفلة فاتنة الجمال الباقية في ذكرياتي. لذلك إذا ظهرت في حياتي بهذا الشكل الذي بت أبدو عليه، أشعر بأن ذلك سيتسبب لقلبي بالمزيد من الآلام والأوجاع. كانت صديقتها تستمع إليها والدموع تنهمر من كليهما. قالت البطلة: أخبريني إذا ظهرت في حياتي هكذا، ألا يصدم بهيئتي التي بت عليها؟ ألن تتلاشى من ذاكرته تلك الطفلة الجميلة الرائعة؟ وقبل أن تجيب عليها صديقتها، والتي باتت حزينة لحزن صديقتها والأوجاع التي بقلبها، قالت البطلة: لقد خطرت ببالي فكرة جديدة. انتظرت مليا وكأنها تعيد ترتيب أفكارها. قالت صديقتها: أخبريني، ما هي الفكرة؟ قالت البطلة: أنت صديقتي حبيبتي، لذلك أرجو منك أن تسدي لي معروفا. صديقتها بكل اهتمام قالت: أخبريني، ما هو وبسرعة؟ قالت البطلة: قابليه لأجلي وكأنك أنت جميلة للغاية، وبذلك سأتمكن من بقاء صورتي الجميلة بذاكرتي كما كانت، ولن أتجاهل مكالماته الهاتفية لي مرة أخرى، فيمكنني الرد عليه بكل مرة. صديقتها قالت: تعلمين أنني أفعل أي شيء لأجلك. وبالفعل قابلته صديقتها وأوهمته بأنها نفس الفتاة صديقة طفولتي، ولم تكن تعلم الفتاة أنها أيضا بالنسبة إليه حب حياتي الأول والأخير.
عندما عانق الشاب صديقتها شعرت بقهرة تعتريها. لقد تمنت أنها لو كانت مكان صديقتها كانت تترقبهما من بعيد، وحالها في هذه اللحظة جعلها تتذكر موقفا منذ طفولتها مع من تحب. بيوم من الأيام كان الشاب يعمل على تجميع قطع أحد الألغاز، والذي كان مفضلا لديه دوما. جاءته الفتاة في الطفولة: أتحب هذه النوعية من الألعاب؟ قال الشاب وهو طفل: إنني أعشقها حرفيا. أمسكت الفتاة بعضا من أجزاء اللعبة وقامت بتجميعها معه، وعندما تكونت الصورة وانتهت كانت عبارة عن حبيبان يرقصان مع بعضهما البعض، وهناك فتاة في الخلف تسترق النظر إليهما. كانت هذه المسترقة تنظر باهتمام وإعجاب للشاب الذي يرقص مع حبيبته. لقد وجدت الفتاة نفسها في الفتاة التي كانت تسترق النظر لحبيبها، بينما هو يحب فتاة أخرى جميلة. تتحدث صديقتها معه، وبنهاية المقابلة تضطر الصديقة للكذب عليه وفقا للخطة المتبعة. قالت الصديقة: أعلم أنه من الغير لائق أن أخبرك بهذا بأول لقاء يجمعنا منذ زمن بعيد. إنني لن أقابلك مجددا، حيث أنني سأسافر للخارج غدا لاستكمال دراستي. آسفة حقا. الشاب اغرورقت عينيه بالدموع، فتظاهر بأن شيئا دخل بهما وقال: لا عليك، ولكن عليك أن تتوخي الحذر بالخارج، وأن تثقلي ملابسا حتى لا تصابي بالبرد، وأن تهتمي بنفسك. عديني بذلك، وعديني بأنك ستكونين دوما على اتصال معي. كان الشاب قد جهز مسبقا للفتاة هدية ثمينة ولها معنى بعيد. أعطاها مظلة قيمة قائلا: استخدميها لتجنب ما لا تحبينه. لم تفهم صديقة الفتاة شيئا، فأخذتها دون ذكر كلمة واحدة سوى شكره على هديته. كانت الفتاة حينها لم تتحمل رؤيتهما أكثر من ذلك، فحملت نفسها على العودة للمنزل تاركة صديقتها ومن تحب. وفي نفس الأثناء حصلت الفتاة على ترقية، وهي أن تكون موظفة إدارية بشركة الموضة والأزياء. كانت في غاية السعادة، وما وصلت إليه خلال وقت قصير من عملها خفف عنها شدة المعاناة بسبب ما فعلته بالأمس مع حبيبها. وجدت أن مديرها بالشركة نظرا لمدى اجتهادها وكفاءتها بالعمل قام بتحويلها لقسم التحرير بالمجلة الخاصة بالشركة. ذهبت لمن يرأسها بقسم الإدارة. قالت البطلة: أرجوك أخبرني لما علي الانتقال إلى هذا الفريق؟ أجابها المدير: لقد طلبوا موظفا ذو كفاءة عالية ليعمل معهم كمحرر، ولم أجد من هو أفضل منك. ردت عليه: ولكني دوما حلمت بالعمل هنا. أجابها المدير: اسمعي القصة كاملة بالتفصيل منهم بالقسم. امكثي معهم بالقسم فيما يحتاجون إليك لمدة 3 شهور فحسب، ومن بعدها عودي للقسم الذي تحلمين به. وبالفعل انتقلت الفتاة على الفور لتعمل مع من يحتاجون إليها لمصلحة الشركة التي تعمل بها. وبمجرد وصولها جاءهم مديرهم بالقسم، والذي كان نفسه الشاب الذي تحبه منذ الطفولة. كان قد تم إرساله من الشركة المقر بنيويورك إلى الفريق حتى يلتقي بمستوى العمل ومستوى الشركة أيضا لتكون الرائدة الأولى في مجالها. هرعت الفتاة لمعرفتها بأن حبيبها هو من سيكون مديرها بالعمل وبقسم التحرير الذي أرسلت إليه مؤخرا، وعلى الفور اتصلت بصديقتها. قالت البطلة: ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لقد كانت تتصرف بطريقة هستيرية، وكأن شيئا ما أصابها بعقلها لرؤيتها مديرها الجديد. وصل بها الحال بأنها كانت تتحدث مع نفسها أمام فريق العمل كاملا. حاولت صديقتها تهدئتها، ولكنها لم تكن لتعطيها فرصة من الأساس.
قالت البطلة: أريدك أن تخبريني ماذا أفعل إذا تعرف علي. مهما تغيرت ملامحي فلا بد أنني أمتلك شيئا من ملامح الطفولة أيضا. صديقتها وقد صرخت فجأة: عليك أن تهدئي وتسمعيني جيدا. قالت البطلة: حسنا، سأسمعك. صديقتها وقد التفت إليها كل من بالعمل لصراخها، فاضطرت للحد من صوتها المرتفع نسبيا: حبيبتي، عندما كنت صغيرة كنت تشبهين الدمية لحد كبير، ولكنك الآن كبرت، كل ملامحك قد تبدلت وتغيرت، ثقي تماما أنه لن يتعرف عليك. قالت البطلة: حسنا، إذا سأغير اسمي. قالت صديقتها: هل جننت؟ ألا يوجد من اسمك إلا واحد فحسب بكل العالم الواسع من حولنا؟ وأيضا أريدك أن تتذكري شيئا في غاية الأهمية، إنه يعرفني الآن على أنني حب حياتي الطفولي الأول، لذلك عليك أن تهدئي. قالت البطلة: إنك على حق. أجابتها صديقتها: حسنا، وشيء آخر، إنني بالنسبة إلي قد سافرت خارج البلاد لأتمم دراستي، فلا تقلقي حبيبتي. كانت صديقتها قد طمأنتها، ولكنها لم تستطع التحكم بمشاعرها وعواطفها تجاهه، فكانت بكل مرة تراه بها ارتكبت الكثير من الأخطاء بشكل يجعل الجميع يضحكون عليها، ومن كثرة الأخطاء التي وقعت بها أمامه جعلته يأخذ انطباعا خاطئا عنها، انطباع سلبي. لقد اعتقد الشاب أن لديها إعاقة بشيء ما، وبيوم من الأيام حاولت الاعتذار عن تصرفاتها، ولكن الحظ لم يحالفها، فتوترت كعادتها أمامه وتلعثمت في الكلام. قال الشاب: لما لا يمكنك الكلام دون أن تتلعثمين؟ هل لديك مشكلة أيضا بالكلام، بالإضافة لكل المشاكل الأخرى التي لديك؟ هذا هو الجزء الأول من القصة، انتظروا الجزء الثاني. لمشاركة قصصكم وتجاربكم على قناة قصة وعبرة تيفي المرجو التواصل معنا عبر الانستغرام أو عبر الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.